أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، وصية نبوية غالية تحملنا على خلق حميد وتزجرنا عن خلق ذميم. فما هي يا ترى؟ وصاحبها من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال رب العالمين لنا فيه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك منك. النبي يعرف مصلحتك عنك. النبي أولى بك من نفسك. ذلك لأن النفس البشرية تأمر أحيانا أو غالبا بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأمر أبدا إلا بخير صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الوصية؟ روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد الرجل مرارا يعني السؤال، ورد النبي عليه بنفس الجواب صلى الله عليه وسلم. كذا روى الإمام الطبراني، والحديث صححه الألباني لغيره، قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. الله أكبر. لا تغضب ولك الجنة. لا تغضب ولك الجنة. أحبتي في الله، إن الغضب انفعال غريزي وخلق جبلي يعتري كل إنسان ولا يخلو منه أحد. وأصل الغضب لا يعتبر عيبا، ووجود الغضب لا يعتبر مرضا، ولكن هناك غضب مذموم وغضب ممدوح محمود. فالغضب في الباطل لا يصح، والتسرع في الغضب لا يصح، والبطء في الغضب أحيانا لا يصح، وتعدي الحدود عند الغضب لا يصح. هذا الانفعال إذا ضبط بضوابط الشرع، هذا الانفعال إذا قيد بضوابط الشرع والعقل يساعد الإنسان على مواجهة الصعاب. وأما الإنسان الذي لا يضبط نفسه عند الغضب فلا شك سيقع في ظلم نفسه وفي ظلم غيره، وإن كان فيه خير سيحمله الغضب بعد على ذل الاعتذار. إن كان فيه خير الغضب، كم من دماء سالت بسبب الغضب. الغضب، كم من بيوت خربت بكلمة قالها رب البيت ساعة غضب. كم من نفوس أزهقت والله في ساعة غضب. كم من أرحام قطعت في ساعة غضب. كم من امرأة طلقت بكلمة قالها زوجها في ساعة غضب. المطلوب إذن
الاعتدال في الغضب. المطلوب إذن أن نغضب الغضب المحمود الممدوح، ونتحاشى الغضب المذموم الذي يمقته الله عز وجل ويمقته رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا لا يمكن أبدا بأي حال أن نطالب الناس بعدم الغضب، بترك الغضب بالكلية، هذا مستحيل، هذا لا يكون، بل إننا ننكر أشد الإنكار على من لا يغضب إذا انتهكت محارم الله، على من لا يغضب إذا نال الكفار من رسول الله، على من لا يغضب ممن يستهزئ بآيات الله وبدين الله. إذن الغضب ليس كله سيء وليس كله حسن، بعضه مطلوب وبعضه ممقوت. وقديما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. إنسان ما بيحسش، بليد المشاعر، واحد عمال يشتمك وعمال يهينك وعمال يظلمك وانت تلاجة ديب فريزر، تلاجة بدورين، كلاويك ساقعة على كلاويك مراوح كما يقول العامة. لا، مستحيل. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. أنا لا أنكر عليك أن تغضب، ولكن أنكر عليك أن تتجاوز الحدود عند الغضب فتقع في ظلم نفسك أو في ظلم غيرك. الغضب المحمود الذي يمدحه الشرع ويؤجر صاحبه عليه ويثاب عليه بأعظم الثواب أن تغضب لدين الله عز وجل، أن تغضب لربك جل جلاله، أن تغضب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن تغضب إذا انتهكت محارم الله، أن تغضب إذا استهزئ بكتاب الله، أن تغضب إذا نال أعداء الله من كرامة رسول الله، أن تغضب إذا نال أعداء الله من أولياء الله، أن تغضب من نفسك إذا قصرت في طاعة، أن تغضب من ولدك إذا ترك الصلاة، أن تغضب من ابنتك إذا أصرت على ترك الحجاب. ده كله غضب يجيب حسنات، ده غضب لله، ده هذا غضب محمود ممدوح. وأما الغضب المذموم فهو الغضب للدنيا، الغضب للنفس، الغضب للجاه، الغضب للمال، الغضب من أجل الطعام والشراب. والله بعض الرجال إذا تأخرت زوجته عن إعداد الطعام ساعة أصبح كالأسد الضاري، يزأر ويصيح كأنه القسورة. والله إذا زاد الملح في الطعام شيئا يسيرا تجد الرجل يزمجر، وتجد له في بيته ضجيج وعجيج. ده غضب مذموم، لأنه غضب للنفس، غضب على غير وجه حق. والله العظيم يا أخوانا، واحد طلق مراته عشان جابت له الأكل دافئ وهو يحبه ساخن، يحب الأكل يبقى قدامه كده بيبكبك بيغلي. لله في خلقه شؤون، هو كده دماغه كده، فجابت له الأكل دافي بس كده، قال لها كده روحي وانت طالق. وكانت الطلقة الثالثة وكانت الطلقة الثالثة، يغضب لبطنه ولا يغضب لربه. أهم حاجة أكله جاهز، هدومه مكوية، بتقابله كويس وهي لا تصلي. ما في مرة عتب عليها لأنها لا تصلي، عتب